السلام عليكم حبايبنا، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله جايبين لكم نيسان صني لكل الناس اللي بتحب العربيات النيسان. طبعا العربيه النيسان النهارده سعرها وصل لحوالي نص مليون جنيه كده تقريبا، او اقل شويه صغيرين خالص يعني. فانا رايي الشخصي ان العربيه كشكل وكاعتماديه وككل حاجه، هي نقطه الاعتماديه دي ممكن ناجلها شويه، لكن كشكل وصاج والحاجات دي كلها ما تستاهلش اصلا ال 200,000 جنيه. لكن طبعا في ظل الظروف اللي احنا موجودين فيها هنعمل ايه؟ مجبرين على الوضع الحالي، لان طبعا التجار، مش هنقول بقى التجار اللي هم يعني زي المعرض هنا او غيره، لا، الناس اللي هي الوكلاء اللي بتستورد العربيه او اللي بتقفلها، هم الناس دول اللي بيتحكموا في الاسعار، وللاسف بيرفعوا بشكل غير طبيعي في الاسعار، وكمان بيحطوا اسعار رهيبه في عربيات ما تستاهلش. دي وجهه نظري الشخصيه من ناحيه اي عربيه طبعا تكون في سعر عالي وهي ما تستاهلش الرقم ده خالص. فتعالى كده مع بعض، احنا جبنا النهارده عربيه موديل 22. تعالى ما نبص على الحاله بتاعتها. طبعا حاله فابريكا بالكامل بره وجوه بدون جرام بوهيه، حاجه محترمه ما شاء الله. هنشوف برضو العربيه المواصفات بتاعتها والحاله بتاعتها عامله ايه مع بعض. يلا بينا نبدا عشان ما نتكلمش كتير ونضيع وقت. بسم الله. طبعا العربيه زي ما اتكلمنا بدون جرام بوهيه، حاجه محترمه قوي ما شاء الله. دي الفئه الثانيه اللي معانا زي ما وضحنا في بدايه الفيديو. طبعا فيها اشارات في المرايات لكن ما بيكونش فيها مرايات ضم. في كمان جنوط سبور. حاله العربيه طبعا من الامام زي ما اتفرجنا كده بشكل سريع. انا هحاول اوضح لك كده العربيه من الجنب وحاله الصاج كانك بتتفرج بعينك بالظبط زي ما احنا متعودين. فيها طبعا كاوتش بيرجستون، حاجه محترمه قوي. نوع الكاوتش طبعا بيفرق، والحاله بتاعته ده كله بيفرق معاك عشان سعر الكاوتش النهارده مش رخيص. فردة الكاوتش النهارده وصلت ل 4 و5 آلاف جنيه، فاوريدي لازم تبص على الحاله بتاعته. الحاله بتاعته والانتاج بتاعه كمان برضو جديد، مش انتاج قديم، الانتاج بتاعه قريب خالص. وكمان الحاله بتاعته 80% تقريبا، حاجه كويسه، ما فيهوش مسح في العلامات او الشرط اللي موجوده على الكاوتش من الخارج، حاجه محترمه ما شاء الله. تعال نبص كده على الصاج في السريع. طبعا ما فيش ولا خربوش ولا جرام بوهيه، حاجه محترمه ما شاء الله، حاجه كويسه قوي ما شاء الله. وادي حاله السقف كمان، حاله السقف معانا محترمه ما شاء الله. تعال نبص على الجنب التاني كده. تعال نبص كده على الجنب التاني بتاع العربيه مع بعض في السريع. بسم الله. ادي عندنا حاله الجنب الشمال بالنسبه للعربيه. طبعا زي ما قلنا بدون ملحوظه، حاجه محترمه ما شاء الله. في عندك كمان السويلر الخلفي لكن ما بيكونش فيها حساسات لان دي الفئه الثانيه، لكن فيها طبعا كاميرا لان فيها شاشه. هندخل دلوقتي ونبص على الشاشه. تمام. تعالى الاول اما ندخل كده الصالون من الخلف ونبص على الحاله بتاعته. فرش جلد كمان ما شاء الله، حاجه ممتازه قوي. عندك كمان في مساند للراس وفي مسند وسطي وفي 2 كاب هولدر. فرش جلد، حاجه محترمه. فتحات المكيف الخلفيه طبعا دي مش فتحات مكيف زي ما الناس كلها عارفه عشان ما نضيعش وقت كتير ونتكلم عنها. تمام. تعال اما نبص كده على الحاله من الامام. في تحكم في المرايات وفي مرايات ضم. تمام. حاجه كويسه برده ما شاء الله. طاره مالتي ميديا، حاجه محترمه. كراسي طبعا برده هنا من الجلد وفيها تطريز ما شاء الله. تعال اما نبص كده على العداد بتاع العربيه ونشوف الحاله. والله صراحه رغم ان انا ما بحبش النيسان لكن قعدتها برده مش بطاله، قعدتها كويسه. العداد بتاع العربيه اهو زي ما هو واضح قدامنا. العربيه ماشيه 32,000 كيلو، فيعتبر برده حاله كويسه قوي، حاله محترمه. العربيه لسه ما مشيتش كتير، موديل 22 وماشيه 30,000 كيلو، حاجه ما شاء الله كويسه جدا يعني. طبعا الكونسول الوسطي مش محتاجين ان احنا نتكلم عليه، حاجات تقليديه قوي. وعندنا طبعا الشاشه هنا شاشه 7 بوصه، حاجه كويسه. طبعا فيها المميزات راديو ويو اس بي ويو اكس والكلام ده كله، حاجات طبعا يعني خلاص بقت ستاندر مش محتاجين ان احنا نتكلم عليها تاني. بس كده. وادي هنا الشكل من الكونسول الوسطي، برضو الحاله بتاعتها محترمه قوي ما شاء الله. واتكلمنا طبعا عن العداد بتاع العربيه وشكلها بشكل عام، حاله كويسه جدا ما شاء الله. ربنا يبارك لصاحب النصيب. بس كده اعتقد ان احنا اتكلمنا عن العربيه بشكل سريع وبرضو فسرنا كل شيء موجود فيها. يا ريت ما تنساش بقى تدعمنا بلايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد. كان معكم اخوكم محمد عثمان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.